السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي طلبة وطالبات سنة تالتة إعدادي. يا رب تكونوا بخير، ويا رب تكونوا استمتعتوا بالأجازة وتكونوا خارجين من سنة تانية مبسوطين بنتيجتكم ومفرحين أهاليكم بيكم. أنا مستر مصطفى رمضان، وهبدأ معاكم إن شاء الله شرح منهج الرياضة لسنة تالتة إعدادي. منهج الرياضة بتاع سنة تالتة إعدادي من أمتع المناهج اللي بحب أدرسها. منهجكم أبشركم منهج ممتع جدا وسهل جدا جدا جدا. أسهل منهج رياضة هتدرسه في حياتك هو منهج تالتة إعدادي الترم الأول. احنا منهجنا عبارة عن إيه؟ منهجنا عبارة عن 5 وحدات: وحدتين جبر ووحدة إحصاء، وحدتين جبر ووحدة إحصاء. وحدتين الجبر ووحدة الإحصاء دول هنمتحنهم إن شاء الله في امتحان واحد. هنيجي الاتنين دول كده هنمتحنهم في امتحان واحد في الامتحان، ورقة واحدة يعني. طيب، وعندنا ايه كمان؟ عندنا وحدة حساب مثلثات، وده فرع جديد للرياضة هتدرسوه أول مرة السنة دي. ووحدة للهندسة التحليلية فيها 4 دروس سهلين جدا. طيب، يبقى احنا كده منهجنا كله 5 وحدات: وحدتين جبر وواحدة إحصاء هنمتحنهم في امتحان، ووحدة حساب مثلثات وهندسة هنمتحنهم في امتحان تاني. عايزك كده ان شاء الله وانت بتتابعني يبقى معاك كشكول تسجل فيها اهم الملاحظات اللي احنا بناخدها في الحصة. ويا ريت كمان لو كل مسألة اشرحها وانت فهمتها خلاص تخبي الحل بتاعها وتحاول تحلها لوحدك، عشان ده هيساعدك في ان انت تفهم اكتر وان انت تثبت المعلومة في ذهنك اكتر. وفي مقولة احبك دايما تكون المقولة دي دايما في ذهنك وانت بتذاكر الرياضة. اسمع كده، المقولة دي بتقول ايه: ورقة وقلم وخطوات سر التفوق في الرياضيات. ورقة وقلم وخطوات سر التفوق في الرياضيات. عشان تبقى متفوق في الرياضة لازم تمسك ورقة وقلم وتقعد تحل بالخطوات مرة واتنين وتلاتة. ده اللي هيخليك ان شاء الله من المتفوقين في الرياضة. طيب، احنا النهاردة ان شاء الله هنبدأ في الجبر، وهنبدأ بأول درس معانا في الجبر، درس حاصل الضرب الديكارتي. درس حاصل الضرب الديكارتي درس ممتع جدا وسهل. هو طويل شوية فهنقسمه على حصتين، هناخده على حصتين. حصة ان شاء الله هناخد يعني ايه زوج مرتب، وهناخد حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. اما الحصة الجاية ان شاء الله هنكمله، هناخد فيه حاجة اسمها الشبكة التربيعية المتعامدة، وهناخد معاها كمان حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين غير منتهيتين اللي هما الفترتين. حاصل الضرب الديكارتي لفترتين. نبدأ بسم الله مع بعض. زي ما قلنا الدرس مكون من جزئيتين: اول جزئية بتتكلم على الزوج المرتب، وتاني جزئية بتتكلم على حاصل الضرب الديكارتي لمجموعتين منتهيتين. اولا عايزين نعرف ايه هو الزوج المرتب. الزوج المرتب بيبقى شكله بالمنظر ده. بتلاقي عندك قوسين بالمنظر ده كده، وجواه عنصرين وبينهم فاصلة. الزوج المرتب ده اسمه الزوج المرتب ألف وب. بيتكون من جزئين: حاجة في الأول في اليمين اسمها ألف، وحاجة في الشمال بعد الفاصلة اسمها ب. الحاجة الأولانية الألف دي بنسميها المسقط الأول أو الإحداث السيني أو اختصارا السينات. أما الحاجة التانية اللي هي ب دي بنسميها المسقط التاني أو الإحداث الصادي أو الصادات. يبقى أنا عندي دلوقتي مسقط أول وعندي مسقط تاني. لازم كمان تاخد بالك كويس من شكل الأقواس، لأن احنا عندنا دلوقتي بقى عندنا 3 أنواع من الأقواس. أول نوع من الأقواس هو قوس المجموعة اللي انت أخدته في ابتدائي. انت أخدت القوس ده في ابتدائي، أيوة تقريبا في سنة 4 أو 5 ابتدائي. أول قوس ده قوس المجموعة. فاكره؟ كانت مجموعة بيبقى فيها شوية عناصر، كان بيبقى هو ده الشكل بتاع القوس بتاعها. اما تاني قوس ده انت خدته في سنة تانية اعدادي السنة اللي فاتت، كان اسمه قوس الفترة. فاكره؟ وكان في منه 4 انواع. اللي مرسوم قدامك ده بتاع الفترة المغلقة، وكان في منه فترة مفتوحة، وكان في منه فترة نصف مغلقة او نصف مفتوحة. طيب، اما تالت نوع من الاقواس بقى اللي هو موضوع النهاردة ده، القوس المنحني ده اللي بيتكون من حاجتين: حاجة في الأول في اليمين بنسميها السينات، وحاجة في الشمال بنسميها الصادات. مسقط أول ومسقط تاني. طيب، لازم تاخد بالك من شوية فروقات كده. إن الزوج المرتب هو مش مجموعة. الزوج المرتب حاجة والمجموعة حاجة تانية. فما أقدرش أبدا أقول إن الزوج المرتب ألف وب هو المجموعة ألف وب. لا، المجموعة ألف وب مش زي الزوج المرتب ألف وب. يبقى دول أولا ما بيساووش بعض. الزوج المرتب ألف وب لا يساوي المجموعة ألف وب. وده ليه؟ ده بيرجع للخواص بتاعتهم هما الاتنين. طيب، هنعرف دلوقتي الخواص بتاعتهم والكلام ده كله بالراحة كده واحدة واحدة. أولا كده تعالى نركز على معلومة كده في المجموعة. عندك المجموعة 3 و4، وعندي هنا مجموعة اسمها المجموعة 4 و3. المجموعة 3 و4 فيها عنصرين، العنصر 3 والعنصر 4. والمجموعة 4 و3 فيها عنصرين اللي هم 4 و3 هي نفس العناصر. وبالتالي المجموعتين دول مجموعتين متساويتين.
لان في المجموعات ما بيهمش عندي الترتيب، مجموعة 3 و4 هي المجموعة 4 و3. لكن عندك هنا ده زوج مرتب 3 و4 وده زوج مرتب 4 و3. هل بقى في فرق بينهم؟ طبعا في فرق بينهم، وتعالى كده نشوفه. طيب الفرق اللي بينهم ده انت اخدت السنة اللي فاتت في سنة تانية اعدادي ازاي نرسم الزوج المرتب. فانا مثلا اول زوج مرتب اللي هو 3 و4 ده، لما اجي ارسمه هنا على الشبكة التربيعية المتعامدة محور السينات ومحور الصادات، عندي اول مسقط اللي هو السينات 3 وتاني مسقط بتاع الصادات 4. فهاجي على محور السينات امشي لحد ال3 واطلع فوق لحد ال4، فتبقى هنا كده هنسميه مثلا من غير ما نسميه ألف أو باء أو أي حاجة. أدي ده كده إيه أول نقطة. طب تعالى كده نشوف تاني نقطة لو رسمناها تبقى فين. همشي على السينات 4 وبعد كده على الصادات 3، فهمشي على السينات لحد ال4، بعد كده أطلع من ال4 لحد الصادات أم 3، فيبقى النقطة دي هي 4 و3 والنقطة دي هي 3 و4. طب بص كده، هل النقطة 4 و3 هي النقطة 3 و4؟ لأ طبعا، دي في مكان ودي في مكان، وبالتالي الزوج المرتب 3 و4 ما بيساويش الزوج المرتب 4 و3. يبقى احنا دلوقتي الأزواج المرتبة ما ينفعش فيها التبديل. يعني ايه ما ينفعش فيها التبديل؟ يعني الترتيب مهم. يبقى أول صفة من صفات الزوج المرتب إن المسقط الأول والمسقط التاني بتوعه لو بدلتهم يديك زوج مرتب مختلف. خلاص كده، يبقى أنا عندي دلوقتي الزوج المرتب لازم اراعي الترتيب فيه، لكن المجموعة ما فيهاش ترتيب. وهنا نراعي الترتيب فيه مش معناها ان انا اكتب العدد الصغير بعدين العدد الكبير زي قوس الفترات، كنا بنعمل كده في الفترات في تانية اعدادي، لكن ده لا، ما يهمنيش مين بيتكتب فين لان دي مسألة انا اللي بديها لك، فزي ما انا ما مديها لك تشتغل عليها. يبقى احنا دلوقتي عرفنا الفرق بين قوس المجموعة وقوس الفترة وقوس الزوج المرتب. خلينا نفتكر كمان خاصية ان انا ينفع اكرر العناصر داخل الزوج المرتب، لكن ما ينفعش اكرر العناصر داخل المجموعة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ما ينفعش مثلا اكتب لك ان انا عندي المجموعة فيها العناصر 5 و5، ما ينفعش مجموعة يكون عناصرها متشابهة، لكن ينفع اقول لك انا عندي زوج مرتب مسقطه الاول 5 ومسقطه التاني 5، ينفع عادي جدا. يبقى التكرار ينفع في الزوج المرتب لكن ما ينفعش في أقواس المجموعة، لأن زي ما قلت لك الزوج المرتب ده عبارة عن عنوان برسم بيه نقطة. فلو أنا عايز مثلا أوصل للنقطة 5 و5 همشي على محور السينات لحد ال5 ومن عندها أطلع لحد الصادات أم 5، فتبقى هي دي النقطة كده. يبقى احنا دلوقتي عرفنا إن الزوج المرتب ده عبارة عن نقطة في مستوى الإحداثيات، وعرفت إن الترتيب مهم فيه، وإنه ليه مسقط أول اسمه سينات ومسقط تاني اسمه صادات. طب أنا عندي قاعدة للزوج المرتب، قاعدة تساوي زوجين مرتبين، بتقول لي إذا كان الزوج المرتب س وصاد يساوي الزوج المرتب أ وب. عندي زوجين مرتبين بيساوي بعض، زوج مرتب س وصاد بيساوي الزوج المرتب أ وب، فإن إيه بقى الاستنتاج اللي أنا بستفاده؟ وركز كويس معايا. بيقول لك السين بتساوي أ والصاد بتساوي ب. إيه ده؟ بص كده تعال نقارن. من السين ده أول حاجة هنا، ومن الألف ده أول حاجة هنا، يعني ده المسقط الأول وده المسقط الأول. طب مين الصاد؟ ده المسقط التاني. ومين الب؟ المسقط التاني. إذا أنا عندي قاعدة تساوي زوجين مرتبين، لو لقيت زوج مرتب بيساوي زوج مرتب هستنتج إن المسقط الأول بيساوي المسقط الأول والمسقط التاني بيساوي المسقط التاني. فمثلا تعالى كده نشوف المثال ده. بيقول لي إذا كان الزوج المرتب أ وب يساوي الزوج المرتب -5 و9، فإن أ تساوي نقط وب تساوي نقط. بالراحة كده واحدة واحدة. مين الألف ومين الب؟ مش هو قال لك الزوج المرتب أ وب بيساوي الزوج المرتب -5 و9؟ يبقى أنا هساوي المسقط الأول أ بالمسقط الأول -5 والمسقط التاني ب بالمسقط التاني 9. يبقى كده هقول له الألف بتساوي -5 والب بتساوي 9، مفيش أي مشكلة. طب تعالى ناخد بقى تمارين متنوعة على الفكرة دي. عندي هنا بيقول لي اوجد قيمة س وصاد في كل مما يأتي. أول واحدة بيقول لي أنا عندي هنا س زائد 1 وصاد ناقص 3 تساوي 7 و5. خد بالك من الفاصلة، شايف الفاصلة دي اللي بتفرق لك المسقط الأول عن المسقط التاني. اللي جاي على يمينها ده المسقط الأول واللي على شمالها ده المسقط التاني. أنا هنا دلوقتي طالما عندي زوجين مرتبين متساويين يبقى أنا على طول هستنتج إيه الاستنتاج بتاعي؟ خلاص عرفناه، هستنتج إن المسقط الأول يساوي المسقط الأول وإن المسقط التاني بيساوي المسقط التاني. طيب تعالى كده نحل. هاجي دلوقتي هقول له أنا عندي المسقط الأول س زائد 1، هقول له بيساوي المسقط الأول 7. وإيه كمان؟ وهقول له أنا عندي المسقط التاني صاد ناقص 3 يساوي المسقط التاني اللي هو 5.
طب بعد كده ايه ده يا مستر؟ ده معادلة، ده انا بعرف احلها بسرعة اوي يا مستر. ازاي يعني؟ همسك الزائد واحد اوديها الناحية التانية ناقص واحد، فهتبقى السين تساوي 7 - 1، 7 - 1 6، تبقى كده السين بتساوي الستة. طب تعالى نشوف الصاد، نفس الكلام. همسك الناقص 3 اوديها الناحية التانية زائد 3، بحل معادلة من الدرجة الأولى عادية جدا. يبقى هقول له صاد تساوي 5، والناقص 3 تجيلها زائد 3، 5 زائد 3 8. يبقى أنا كده عرفت هنا إن السين بتساوي 6 والصاد تساوي 8. طب تعالى نشوف كمان فكرة. عندي هنا السؤال رقم 2 بيقول لي الزوج المرتب 3 وصاد تربيع بيساوي 1 - س و9. عاوز اعرف السين بكام والصاد بكام. مفيش مشكلة، تعالى كده نقسمها بالراحة. المسقط الأول بيساوي المسقط الأول. عندي المسقط الأول 1 - س يساوي المسقط الأول 3. عادي أكتب اللي فيه المجهول الأول، مفيهاش أي مشكلة. والمسقط التاني صاد تربيع يعني أس 2 يعني تساوي 9. طيب 1 - س تساوي 3، أحلها ازاي 1 - س تساوي 3 دي؟ واحد هيقول لي يا مستر هودي الواحد بعكس الإشارة. جدع، بس ركز معايا كده. هو الواحد أصلا إشارته إيه؟ الواحد مفيش على يمينه أي إشارة، وبالتالي تبقى إشارته موجبة. يا مستر ما هي ناقص قدامها، هقول لك لأ، ده 1 - س. الناقص دي الإشارة بتاعت السين، دي الإشارة بتاعت مين؟ بتاعت السين. يبقى أنا عندي هنا الواحد موجب والسين هي اللي سالبة، فلما الواحد يروح الناحية التانية هيتغير يبقى سالب، لكن السين السالبة تفضل زي ما هي. بقى معايا سالب س تساوي ادي التلاتة، والزائد واحد تجيلها ناقص واحد، فبقى معايا كده سالب س تساوي 3 ناقص واحد ب2. لو السالب س تساوي 2، عاوز اخلص من السالب ده، اضرب المعادلة كلها في سالب 1، او اقسم المعادلة كلها على سالب 1. فلما اضرب كل حاجة في سالب 1، سالب 1 في سالب س بموجب س، وسالب 1 في 2 بسالب 2. تبقى كده عرفنا ان السين بتساوي سالب 2. طب تعالى نشوف الصاد، دي سهلة جدا. صاد أس 2 تساوي 9. عاوز اعرف الصاد. مين اللي بيطير أس 2؟ الجذر التربيعي. يبقى انا كده هاخد الجذر التربيعي للطرفين. طيب لما اخد الجذر التربيعي، ادي صاد تربيع تساوي 9، دي هتبقى تحت جذر ودي هتبقى تحت جذر. جذر التربيع لصاد أس 2 بيساوي كام؟ المعلومة دي أخدتوها في سنة أولى إعدادي، إن الجذر التربيع الرمز أس 2 بيساوي القيمة المطلقة للرمز، وبناء عليها بنفك الرمز ده نخليه بيساوي موجب وسالب الجذر الآخر. يعني إيه؟ يعني الجذر التربيع لصاد أس 2 أو أي رمز أس 2 بيساوي الرمز بيساوي موجب وسالب فكة الجذر اللي بعده. جذر 9 3، يبقى صاد بتساوي موجب وسالب 3. طيب اقول لك على طريقة تانية ما تنساش بيها حكاية الموجب والسالب دي. ركز كده. لو انت عاوز تشيل أس 2 بشيله بجذر وإشارتين. لو معاك على رمز أس 2 هنشيله بجذر وإيه وإشارتين، يبقى جذر وإشارتين، الإشارتين اللي هما الموجب والسالب. طيب تعال نشوف أفكار مسائل تانية. عندي هنا شوية مسائل جمال جدا. أول مسألة بيقول لي معايا الزوج المرتب س تربيع ناقص 7 و26 يساوي 2 وصاد أس 3 ناقص 1. عاوز أعرف س بكام وصاد بكام. احنا اتفقنا اتفاق. ايه هو الاتفاق؟ يا رب كده ما تكونش نسيته. ان انا طالما عندي زوجين مرتبين بيساوي بعض، يبقى المسقط الأول بيساوي المسقط الأول والمسقط التاني يساوي المسقط التاني. تعال ننفذ. المسقط الأول هنا س تربيع ناقص 7 يساوي المسقط الأول الناحية التانية 2. طيب دي معادلة وهنحلها. طب المعادلة التانية، المسقط التاني صاد أس 3 ناقص 1 يساوي المسقط التاني 26. هنا بكل بساطة في أول واحدة الناقص 7 تروح الناحية التانية زائد 7، فتبقى س تربيع تساوي 2 زائد 7 بتساوي 9. السين تربيع بتساوي 9 لسه حلينها ورا على طول، كانت صاد تربيع. س تربيع بتساوي 9. قلت لك لو انا عاوز اجيب السين من غير أس 2، قلت لك ازاي بشيل أس 2؟ بشيله بجذر وإشارتين موجب وسالب، يبقى السين بس بتساوي موجب وسالب جذر 9. جذر 9 ب3، يبقى السين بتساوي موجب وسالب 3. ادي اول واحدة. طب تعالى كده نشوف صاد أس 3 ناقص 1 تساوي 26. هعمل ايه؟ هودي الناقص 1 الناحية التانية بعكس الإشارة، فهتبقى صاد أس 3 تساوي 26 زائد 1. 26 زائد 1 يساوي 27. أنا عرفت إن صاد أس 3 بتساوي 27 يا مستر. دلوقتي أنا مش عاوز أشيل أس 2 اللي بيتشال بجذر وإشارتين، لأ،
ده انا عاوز اشيل المرة دي اس 3 اللي هي التكعيب. هنا صاد تكعيب بتساوي 27. اخدت انت السنة اللي فاتت في سنة تانية اعدادي ازاي تفك او تحل المعادلة التكعيبية دي. عادي جدا بتاخد الجذر التكعيبي. يبقى صاد بس عشان اشيل اس 3 بشيله بالجذر اللي دليله 3. ها، يبقى اشيل اس 3 ازاي؟ بالجذر اللي دليله 3. دليل الجذر اللي هو العدد اللي فوق الجذر ده، والجذر اللي دليله 3 اسمه جذر تكعيبي. يبقى صاد بتساوي الجذر التكعيبي لل 27 اللي هي يعني كنت بتحلها السنة اللي فاتت بتقول بأخذ الجذر التكعيبي للطرفين. طب كده هقول له صاد تساوي الجذر التكعيبي لل 27. جذر التكعيبي يعني العدد اللي يتضرب في نفسه 3 مرات يديني 27 اللي هو التلاتة. يبقى كده وصلت لأن الصاد بتساوي 3 والسين بتساوي موجب أو سالب 3. سؤال جميل جدا. تعال نشوف السؤال اللي بعده. فكرته شبهه قوي. بيقول لي الزوج المرتب س تكعيب ناقص 5 و8 يساوي 3 و3 صاد ناقص 7. عاوز س وصاد. عادي جدا هساوي المسقط الأول بالمسقط الأول. س تكعيب ناقص 5 تساوي 3 والمسقط التاني معايا هقول له 3 صاد ناقص 7 تساوي المسقط التاني 8. أبدأ أودي بعكس الإشارة. أول واحدة كده الناقص 5 تروح بعكس الإشارة تبقى س تكعيب تساوي 3 زائد 5 ب8. طب أنا عرفت يا مستر إن س تكعيب تساوي 8. إزاي أشيل أس 3؟ يلا بقى احفظها معايا. أشيل أس 3 بالجذر اللي دليله 3 أهو. يبقى الجذر التكعيبي للتمانية. جذر التكعيبي للتمانية 2. يبقى هنا الس تساوي 2. طب جميلة يا مستر. تعال نشوف اللي بعدها. 3 صاد ناقص 7 تساوي 8. قلنا الناقص 7 الأول تروح بعكس الإشارة. لو مش فاكر حل المعادلات حاول تراجع عليه. حل المعادلات لو في زائد بتروح الناحية التانية ناقص، لو في ناقص بتروح زائد، لو في عدد جنب الرمز بعد ما بخلي العدد والرمز لوحدهم يساوي بقسم على العدد اللي جنب الرمز. يعني هنا الناقص 7 تروح هناك زائد 7 فتبقى 3 صاد تساوي 8 زائد 7. 8 زائد 7 بتساوي 15. عاوز صاد لوحدها أقسم على اللي جنبها. الصاد جنبها 3 مضروبة فيها فهنقسم عليها. لكن هي مش 3 زائد صاد. لو 3 زائد صاد ما ينفعش تقسم عليها. يبقى التلاتة تروح الناحية التانية بعكس الإشارة. لكن 3 صاد يعني 3 مضروبة في صاد. فاللي عكس الضرب هو القسمة. يبقى أنا هنقسم على التلاتة. فهنا التلاتة تروح مع التلاتة فتبقى صاد لوحدها بتساوي 15 على 3 فيها الخمسة. مثال فكرته بسيطة جدا وأظن خلاص كده احنا ابتدينا ايه نفرم النوع ده من المسائل. طب تعال نشوف اللي بعدها. بيقول لي 17 وس زائد ص يساوي 4 س زائد 1 و3. برضو هعمل ايه يا مستر؟ همسك المسقط الأول أساويه بالمسقط الأول. عندي 4 س زائد 1 تساوي 17. وبعدها همسك المسقط التاني أساويه بالمسقط التاني. س زائد ص تساوي 3. واحل كل معادلة من دول لوحدها. أول واحدة همسك الزائد 1 أوديها الناحية التانية بعكس الإشارة فيبقى معايا 4 س تساوي 17. تجيلها الناقص 1. 17 ناقص 1 16. تبقى الأربعة س تساوي 16. زي ما قلت لك بقى عاوز س لوحدها أقسم على اللي جنبها يبقى نقسم على 4. 4 تروح مع الأربعة تبقى س لوحدها بتساوي 16 على 4 فيها 4. كده جبت الس تساوي 4. طب اللي بعدها س زائد ص تساوي 3. ايه ده؟ ده هنا في س وصاد مع بعض. طيب س وصاد مع بعض مش احنا لسه عارفين ان الس بتساوي 4؟ يبقى انا هشيل الس دي واعوض مكانها بالاربعة. يبقى الس ده احنا عرفنا خلاص ان هي 4. فبدل ما هقول له س زائد ص هقول له 4 زائد ص يساوي 3. وبكده هودي الاربعة الناحية التانية بعكس الاشارة فهتبقى ص لوحدها وطبعا الصاد اشارتها موجبة. وهنا الأربعة مفيش قبلها كده على اليمين مفيش أي إشارة فتبقى موجبة برضو فتروح الناحية التانية بالناقص. فأنا معايا التلاتة اهي في مكانها والأربعة تجيلها ناقص 4 فتبقى الصاد بتساوي 3 ناقص 4 سالب 1. مثال جميل جدا جدا جدا. طب تعال نشوف المسألة رقم 6. مسألة رقم 6 بقى ترجع لك على قوانين الأسس أو حل المعادلات الأسية اللي أنت أخدتها في سنة تانية إعدادي الترم التاني. بيقول لي هنا س أس 5 و2 تساوي 32 والجذر التكعيبي لصاد. هعمل ايه يا مستر؟ زي ما احنا بنحل عادي جدا. هقول له المسقط الاول س أس 5 يساوي المسقط الاول 32. وهقول له ان المسقط التاني الجذر التكعيبي لصاد يساوي المسقط التاني 2. وابدأ احل. اول واحدة انا دلوقتي معايا س أس 5 بتساوي 32. دي
لما كنت بتيجي تحلها بالمعادلات الأسية كان لو معاك رمز عليه أس بيساوي عدد، كنت بتحاول تعرف العدد دوت بيساوي كام وعليه نفس الأس. ايه الحاجة اللي لو اتضربت في نفسها 5 مرات بتديني 32؟ لو جربت الواحد في نفسه 5 مرات بواحد، لو جربت 2 في نفسها 5 مرات هتديني 32. اذا ال 32 دي عبارة عن 2 أس 5. يبقى طالما انا عرفت ان ال 32 دي عبارة عن 2 أس 5، اقدر اقول له ان س أس 5 بدل ما هي بتساوي 32 اقول له بتساوي 2 أس 5. قوم كده انت بقى عندك الأس بيساوي الأس. لو الأس بيساوي الأس وكان الأس ده عدد فردي كنا بنستنتج على طول إن الأساس س بيساوي الأساس 2. يبقى أنا كده وصلت لإن س تساوي 2. يبقى أنا تاني عملت إيه هنا؟ دورت إيه العدد اللي لو اتضرب في نفسه 5 مرات، ما هي أس 5 يعني مضروب في نفسه 5 مرات. إيه العدد اللي اتضرب في نفسه 5 مرات علشان خاطر يديني 32 فلقيته الاتنين. يبقى إذا ال 32 ده عبارة عن 2 أس 5، فتبقى س أس 5 تساوي 2 أس 5. يبقى كده خلاص الأسس متشابهة، يبقى الأساسات تتساوى، وده في حالة الأس الفردي. لكن كان في ملحوظة كده أخدتها السنة اللي فاتت، لو كان الأس بيساوي الأس بس الأس ده عدد زوجي، يعني مثلا لو كانت س أس 6 تساوي 2 أس 6، ساعتها ما كنتش هتقول إن الس بتساوي 2، كنت هتقول س تساوي موجب أو سالب 2. كانت معلومة أخدتها السنة اللي فاتت كملحوظة، فياريت ما تنساهاش عشان لو صادفت مسألة زيها يعني في الامتحان تعرف تحلها. الجزئية التانية بيقول لي الجذر التكعيبي لصاد يساوي 2. يا مستر، انت كنت بتقول لي أس 3 بشيله بالجذر اللي دليله 3. طب ده انا دلوقتي معايا جذر دليله 3 وعاوز اشيله. بص، هي عملية عكسية. معاك أس بتشيله بالجذر، ولو معاك جذر هتشيله بالأس، هتحط أس. ايه ده يا مستر؟ يعني الجذر التكعيبي للصاد ده عشان اشيل الجذر التكعيبي احط على المسألة دي أس 3؟ هتعمل ايه؟ أس 3 يعني تكعيب، فبقول له بتكعيب الطرفين. هقول له بايه؟ بتكعيب الطرفين. تكعيب الطرفين يعني هخليها جذر التكعيبي لصاد يساوي 2، اخلي ده أس 3 وده أس 3. هنا أس 3 هيطير الجذر التكعيبي فهتبقى صاد تساوي 2 أس 3، يعني 2 مضروبة في نفسها 3 مرات هتساوي 8. يبقى أنا كده عرفت السين ب2 وعرفت الصاد تساوي 8. انت كده فهمت كم محترم من المسائل اهو. يلا بقى وريني شطارتك وحل انت الكم مسألة دول لوحدك. تعالى دلوقتي نشوف مع بعض أفكار مسائل تانية على الزوج المرتب. يجي هنا في السؤال ده يقول لي إذا كان س-1 و11 يساوي 8 وصاد زائد 3، فوجد قيمة جذر التربيعي لس زائد 2 صاد. ده هنا المرة دي مش عاوز يعرف س بكام وصاد بكام بس، لأ ده عايزك بعد ما تجيبهم تعمل له عملية معينة عليهم، يعني تجيب له الجذر بتاع س زائد 2 صاد. طيب مفيش مشكلة. أول حاجة أعملها إيه دلوقتي يا مستر؟ تعال نجيب له س وصاد الأول. عشان عندي زوج مرتب بيساوي زوج مرتب، يبقى هنستنتج إن المسقط الأول س-1 يساوي المسقط الأول 8. وإيه كمان؟ وإن المسقط التاني اللي هو صاد زائد 3 يساوي المسقط التاني 11. أبدأ أحل المعادلات. أول معادلة أودي ال-1 الناحية التانية، فهتبقى س تساوي 8 زائد 1، يبقى كده الس تساوي 9. أدي جبت السين. طب هنا الزائد 3 تيجي بعكس الإشارة، تبقى صاد تساوي 11 ناقص 3، يبقى الصاد تساوي 8. أنا عرفت السين بكام والصاد بكام. طب أجيب له بقى القيمة اللي هو عاوزها. أنا عاوز أجيب الجذر التربيعي لس زائد 2 صاد. هقول له الكلام ده بيساوي الجذر التربيعي السين والاتنين صاد نعوض بيهم. هي السين بكام؟ مش السين جبناها ب9؟ يبقى السين هكتب مكانها هنا 9، تبقى 9 زائد 2 صاد. هي مش أنا جبت الصاد ب8؟ طب لو الصاد ب8 مش كده يبقى الاتنين صاد، يعني 2 في 8 ب16، يبقى الاتنين صاد دي بكام؟ ب16. فبقت جذر 9 زائد 16. جذر 9 زائد 16 يساوي جذر 25، وجذر ال25 يساوي 5. يبقى أنا كده عرفت له قيمة المقدار اللي هو عاوزه جذر س زائد 2 صاد طلعت تساوي كام؟ طلعت بتساوي 5. المثال اللي عندي بعد كده بيقول لي إذا كان الزوج المرتب أ ناقص 7 و26 يساوي الزوج المرتب -3 وب تكعيب ناقص 1، فأوجد قيمة الجذر التربيعي الألف تربيع زائد ب تربيع. هعمل إيه هنا؟ هساوي برضو المسقط الأول بالمسقط الأول والمسقط التاني بالمسقط التاني. بعد كده هعرف قيمة الألف والب بكام، فهبدأ أعوض في الجذر اللي هو طالبه مني ده.
فأقول له المسقط الأول أ ناقص 7 يساوي المسقط الأول -3. وهقول له المسقط التاني ب تكعيب ناقص 1 يساوي المسقط التاني 26. أبدأ أحل المعادلات اللي معايا دي. الناقص 7 تروح الناحية التانية بعكس الإشارة، فتبقى أ تساوي -3 زائد 7، فتبقى الألف هنا تساوي 4. طب هنا هودي الناقص 1 الناحية التانية بعكس الإشارة، فهتبقى ب تكعيب تساوي 26 زائد 1 ب27. وزي ما اتفقنا ازاي اشيل أس 3؟ بالجذر اللي دليله 3، جذر التكعيبي ل27. جذر التكعيبي ل27 بيساوي 3. يبقى كده عرفنا ان الألف تساوي 4 والب تساوي 3. طب الجذر اللي هو طالبه مني، عاوز الجذر التربيع، الألف تربيع زائد ب تربيع، يبقى هيساوي الجذر التربيعي. ألف تربيع بكام؟ هي مش الألف ب4 تبقى 4 تربيع زائد الب تربيع، الب جبناها ب3 تبقى 3 تربيع. طبعا 4 تربيع بتساوي 16، و3 تربيع ب9 تربيع، يعني بضرب الحاجة في نفسها. تبقى 16 زائد 9 تساوي 25، وجذر ال25 بيساوي 5. يبقى أنا كده قدرت أوصل لقيمة الجذر اللي أنا طالبه بكل سهولة لما عرفت قيمة الألف بكام وقيمة الب بكام. يبقى أي مسألة تجيلي زي كده ما خافش منها، عادي جدا أعرف الألف لوحدها بكام والب لوحدها بكام، أو أيا كانت الرموز، عن طريق إن أنا بساوي المسقط الأول بالأول والمسقط التاني بالمسقط التاني. المثال اللي بعد كده معايا بيقول لي إذا كان الزوج المرتب 2 أس س ناقص 1 وسالب 3 يساوي الزوج المرتب 1 وصاد، فأوجد قيمة 2 س ناقص صاد. برضو مفيش أي مشكلة، أعرف س بكام وصاد بكام، بعد كده أعوض في العلاقة المطلوبة. طب أساوي المسقط الأول بالمسقط الأول، يبقى هقول له 2 أس س ناقص 1 تساوي 1، والمسقط التاني بالمسقط التاني هقول له صاد تساوي المسقط التاني -3. ده هنا الصاد تساوي -3 دي جاهزة، يعني مش عايز فيها حاجة تاني خلاص. طب 2 أس س ناقص 1 تساوي 1، ايه ده؟ عندي عدد اسمه 2 وعليه أس اللي هو س ناقص 1 وبيساوي 1. مش احنا عارفين ان اي عدد عليه أس لو قيمته بتساوي 1 يبقى الأس ده بيساوي 0؟ خدناها في سنة تانية اعدادي. زي مثلا لو جيت قلت لك انا عندي وليكن 5 أس صاد تساوي 1، يبقى كده أكيد الصاد دي بتساوي 0. يبقى أي عدد عليه أس وطلعت قيمة الناتج النهائي 1 يبقى الأس ده قيمته ب0. يبقى أنا هنا أقدر أقول له إن الأس اللي هو س ناقص 1 ده يساوي 0، فهودي الناقص 1 بعكس الإشارة، تبقى س تساوي 0 زائد 1، 0 زائد 1 تساوي 1. يبقى أنا كده عرفت إن الس ب1، وأنا عرفت من الأول إن الصاد بتساوي كام؟ ان الصاد بتساوي -3. كده اقدر اجيب له القيمة بتاعت الحاجة اللي هو طالبها مني اللي هي 2 س ناقص صاد، فهقول له 2 س ناقص صاد تساوي 2 س، يعني 2 نضربها في س، دلوقتي الس ب1 يبقى 2 س بتساوي 2 في 1 ب2 ناقص الصاد بكام؟ الصاد ب3، يبقى خد بالك دي الناقص اهي، لكن التانية دي بتاعت العدد نفسه اللي هو صاد بتساوي -3، فبقت 2 ناقص -3، وطبعا ناقص سالب بتبقى زائد، فتبقى 2 زائد 3 فهتساوي 5. يبقى كده القيمة بتاعت المقدار اللي هو طالبه 2 س ناقص ص تساوي 5. السؤال الرابع معايا وبعده تاخد مسألتين انت تحلهم بقى. بيقول لي إذا كان س تربيع ناقص 1 و4 يساوي 48 و2 ص، فوجد قيمة س ص. س ص مفيش بينهم زائد أو ناقص، يعني العلاقة ضرب، هنضرب س في ص بعد ما نعرف قيمة كل واحدة فيهم. طب يلا كده، المسقط الأول س تربيع ناقص 1 أساويه بالمسقط الأول 48. يلا نحل دي كده على طول، بعد كده نشوف المسقط التاني. الناقص 1 تيجي هنا زائد 1، فتبقى س تربيع تساوي 48 زائد 1، 48 زائد 1 تساوي 49. عاوز أشيل أس 2، قلت لك أس 2 بشيله بجذر وإشارتين، يبقى س لوحدها تساوي جذر وإشارتين اللي هما موجب وسالب لل49. جذر ال49 ب7، يبقى س بموجب أو سالب 7. طيب جميل جدا. طب بعد كده عاوز أعرف قيمة الصاد. طيب بالراحة كده هقول له المسقط التاني 2 صاد يساوي المسقط التاني 4. عاوز صاد لوحدها نقسم على اللي جنبها، يبقى هنقسم على الاتنين، 2 دي هتروح مع الاتنين دي، يبقى صاد تساوي 4 على 2 فيها 2. كده عرفت ان السين تساوي موجب او سالب 7. ايه ده السين لها قيمتين والصاد لها قيمة واحدة بس. طب انا عاوز اجيب قيمة س صاد. طب ما هو كده يا مستر، طالما س لها قيمتين يبقى اكيد س صاد هو كمان ليه قيمتين، صح؟ طب اعملها له ازاي دي؟ هقول له مرة عند س تساوي 7، لما الس تساوي 7
ساعتها س ص هيساوي 7 في 2 14. طب لو هاجي في الناحية التانية هقوله لو كانت بقى الس تساوي -7، فساعتها تبقى الس ص تساوي -7 في 2 تساوي -14. يبقى مسألة فكرتها لذيذة جدا، بس ما تغلطش في حكاية الموجب والسالب دي. خد بقى انت مسألتين تحلهم. يلا بقى كالعادة، خلاص انت اتعودت توقف الفيديو وتحل المسألتين دول، وبعد ما تحلهم تكمل الفيديو وتشوف انت حليت ايه. احنا كده خلصنا اول جزئية في الدرس اللي هي جزئية الزوج المرتب، ودلوقتي هنبدأ نخش في جزئية ضرب المجموعات، او زي ما بنسميه حاصل الضرب الديكارتي نسبة الى العالم ديكارت اللي عمله. طيب العالم ديكارت دلوقتي قالك ايه؟ قالك انت لو بتضرب عددين 3 في 4 مثلا ب12، 5 في 2 ب10. طب ايه اللي يحصل بقى لو احنا ضربنا مجموعتين، وايه المقصود بيه؟ انا دلوقتي لو معايا مجموعتين، مجموعة اسمها المجموعة س ومجموعة تانية اسمها المجموعة ص، وعايز اضربهم ديكارتيا في بعض. لما اجي اضرب مجموعتين بقول س ضرب ص، بص كده علامة الفي اللي بين المجموعات بقرأها ضرب، يبقى انا دي قرأتها ايه؟ قرأتها ضرب. بقول له س ضرب ص بتساوي المجموعة اللي فيها الازواج المرتبة، يبقى دي ايه؟ مجموعة اهو، اقواس مجموعة. المجموعة دي بيكون فيها ازواج مرتبة، بحيث ان المسقط الاول اللي هو الالف عنصر من عناصر المجموعة اللي جت قبل الفي اللي هي س، يبقى س ضرب ص تديني ازواج مرتبة. مسقطها الاول عنصر من عناصر س، ومسقطها التاني عنصر من عناصر ص. طيب جميل جدا، تعالى ناخد مثال عشان نفهمه. ده يعني حاجة ممتعة جدا وسهلة، وانت هتلاقيها دلوقتي يعني لعبة. بيقول لي إذا كانت المجموعة س بتساوي 1 و3 وص تساوي 2 و4 و5، فأوجد س ضرب ص ومثله بمخطط سهمي وآخر بياني. طب تعالى بس الأول نجيب س ضرب ص، بعد كده نشوف المخطط السهمي والبياني دول. انا دلوقتي عشان اجيب س ضرب ص، مش انا قلت لك انا هعمل مجموعه بيكون فيها ازواج مرتبه، يبقى س ضرب ص هيديني مجموعه فيها ازواج مرتبه. الازواج المرتبه مسقطها الاول عنصر من عناصر س، شايف السين الاموره دي اللي هي 1 و2؟ هاخد المسقط الاول من هنا. طب هاخد مين فيهم يا مستر؟ اخد الواحد ولا التلاته؟ بص بقى اللعبه دي، ده انا مره هاخد الواحد ومره هاخد التلاته. مرة هاخد الواحد أعمل منه أزواج مرتبة مع كل حاجة موجودة في صاد، مرة 1 مع 2، ومرة 1 مع 4، ومرة 1 مع 5. طب بعد ما أخلص وخدت من الواحد أزواج مرتبة مع كل حاجة في صاد، أعمل نفس الكلام مع التلاتة، أعمل زوج مرتب 3 مع 2، بعدين 3 مع 4، بعدين 3 مع 5. لعبة جميلة جدا. طب تعال نطبق الكلام ده. أنا دلوقتي قلت لك س ضرب ص، قلت لك س الأول، يبقى امسك عناصر س بالترتيب. الواحد اعمل منه ازواج مرتبة مع كل عناصر ص، مرة 1 مع 2، ومرة 1 مع 4، ومرة 1 مع 5. طب بعد كده ابدأ امسك التلاتة، مرة 3 مع 2، ومرة 3 مع 4، ومرة 3 مع 5. كده انا عملت ازواج مرتبة، خدت كل عنصر من عناصر س مع كل عناصر المجموعة ص، وكده ابقى انا جبت حاصل الضرب الديكارت المجموعتين. حاجة سهلة وبسيطة جدا. طب تعالى نشوف ازاي بنجيب المخطط السهمي والمخطط البياني. ايه المخطط السهمي ده؟ المخطط السهمي ده حاجة جميلة جدا كده. ازاي امثل حاصل الضرب الديكارت ده في صورة مخطط سهمي؟ بكل بساطة بكتب المجموعة الاولى كده، وبعدها بشوية المجموعة التانية، ادي س وص، وتحت كل واحدة بكتب عناصرها. مثلا المجموعة س عناصرها 1 و3، والمجموعة ص عناصرها 2 و4 و5. عناصر كل مجموعة من المجموعتين دول احطهم كده في تسطيرة جميلة كده، يعني مربع، اي حاجة كده، مستطيل. احط ده كده مثلا في مربع او في مستطيل، وده كمان في مستطيل. طب بعد كده هعمل ايه؟ بوصل كل عنصر من عناصر س مع كل عناصر ص. فمرة الواحد ده يروح للاتنين بسهم، ومرة يروح للاربعة بسهم، ويروح للخمسة بسهم. بعد كده هعمل نفس الكلام في التلاتة. التلاتة مرة مع الاتنين، ومرة مع الاربعة، ومرة مع الخمسة. وده كده المخطط السهمي. طب ازاي بقى بعمل المخطط البياني؟ المخطط البياني هعمل صندوقين زي اللي انا عملتهم كده، بس ايه، في شكل محاور. يعني اعمل مثلا صندوق كده وكأن ده مثلا محور واي، واعمل واحد تاني هنا وليكن يعني هعتبر ده مثلا محور اكس، شايف كده؟ وهاجي بعد كده هعمل ايه في الصندوقين دول؟ بكل بساطة هعتبر واحد فيهم س وواحد فيهم ص. هخلي اللي تحت هو المجموعة الأولى اللي هي س، واللي فوق المجموعة التانية اللي هي ص.
دلوقتي السين كانت عناصرها تسيب طبعا مسافات متساوية وانت بتحل، ودول يبقوا يعني لازقين في بعض. تعالى كده اجيبها لك اهو. خليهم كده يعني. طيب بعدين عندك كده نسيب مثلا سنتي وبدأ أول عنصر الواحد، وكمان سنتي وبدأ تاني عنصر اللي هو التلاتة، وهنا نفس الكلام برضو توزعها بمسافات متساوية اللي هما الاتنين والأربعة والخمسة. بعد كده هعمل ايه بقى؟ اجي من عند الواحد ومن عند التلاتة من كل واحدة وهرسم خط مستقيم قصادها كده بيوازي كأنك بتوازي محور الصادات، واعمل نفس الكلام من عند الاتنين ومن عند الأربعة ومن عند الخمسة. واخد بالك؟ طيب بعد كده دلوقتي الست خطوط بتوعي لمسوا بعض في نقط. النقط اللي هم لمسوا بعض فيها هي دي اللي بتعبر عن الأزواج المرتبة، فهظللها كده بكل بساطة. هو ده المخطط البياني. يبقى أنا عملت صندوقين، واحد شبه محور اكس وواحد شبه محور واي اللي هما محور س ومحور ص يعني. طيب دلوقتي تحت أول واحدة اللي هي السين، وفوق تاني واحدة اللي هي الصاد، وجيت وزعت العناصر بتاعة السين وجيت وزعت العناصر بتاعة الصاد عادي جدا، ومن كل عنصر طلعت خط، ومكان ما الخطوط ما لمست بعض ظللتها. طب هو النقطة دي مثلا اللي أنا ظللتها دي بتعبر عن إيه؟ دي بتعبر عن زوج مرتب باصص عند السين أم واحد والصاد أمه اتنين، يعني ده الزوج المرتب واحد واتنين اللي هو كان أول زوج مرتب هنا أهو. طب تاني زوج مرتب اللي هو واحد وأربعة هتلاقيه بيعبر عنه النقطة دي. شايف كده النقطة الأمورة دي أهي دي النقطة دي. عندك النقطة دي قصادها على السين واحد وقصادها على الصاد أربعة، يبقى هي دي النقطة اللي بتعبر عن الزوج المرتب واحد وأربعة، وهكذا. فكرته بسيطة جدا سواء مخطط سهمي أو مخطط بياني. المثال اللي بعد كده معايا بيقول لي إذا كانت س تساوي 5 و7 و8 وصاد تساوي 1 و2، فوجد س ضرب صاد وصاد ضرب س وماذا تلاحظ؟ وبعد كده بيقول لي مثل س ضرب صاد بالمخطط السهمي. طيب ماذا تلاحظ دي بقى اعرف ان انت هتكتشف حاجة جديدة. طب تعالى كده نشوف. انا معايا س ب5 و7 و8 وصاد ب1 و2، عاوز دلوقتي اجيب س ضرب صاد. طب س ضرب صاد بيساوي ايه؟ احنا قلنا هنجيب مجموعة فيها الأزواج المرتبة اللي مسقطها الأول عنصر من عناصر أول مجموعة اللي هي س، والمسقط التاني من الصاد. يبقى أنا همسك السين دلوقتي، أمسك أول عنصر الخمسة، مرة الخمسة مع واحد ومرة خمسة مع اتنين. بعد كده نفس الكلام 7 مع 1 و7 مع 2. بعد كده 8 مع 1 و8 مع 2. يلا نطبق الكلام ده. يبقى هعمل دلوقتي زوج مرتب اهو، مرة 5 مع 1 وبعد كده مرة 5 مع 2. طب خلصنا الخمسة خش في السبعة، مرة 7 مع 1 ومرة 7 مع 2. خلصت السبعة خش في التمانية، مرة 8 مع 1 ومرة 8 مع 2. جميل جدا. طب جبنا له س ضرب صاد، تعال نجيب له صاد ضرب س اللي هو طالبها. المرة دي هو عاوز العكس، قال لي الصاد الأول. يبقى المسقط الأول في كل زوج مرتب من دول هيبقى المرة دي مش عنصر من عناصر س، لأ ده هيبقى عنصر من عناصر مين؟ من عناصر صاد. فانا هعمل العكس بالظبط. همسك الصاد دلوقتي، شايف العناصر بتاعه الصاد الواحد والاتنين، مرة امسك الواحد اعمل منه ازواج مرتبة مع كل اللي موجود في س، الخمسة والسبعة والتمانية. بعد كده نفس الكلام الاتنين، مرة مع 5 ومرة مع 7 ومرة مع 8. تعال نشوف الكلام ده. يبقى انا دلوقتي مرة هقول له 1 و5، مرة هقول له 1 و7، وهقول له 1 و8. طب بعد كده همسك الاتنين، مرة 2 و5 ومرة 2 و7 ومرة 2 و8. لو واخد بالك هتلاحظ ان صاد ضرب س وس ضرب صاد اوعى تقول لي بقى بيساووا بعض، لا. هل الزوج المرتب 5 و1 هو الزوج المرتب 1 و5؟ لا طبعا، مش احنا لسه في اول حصة قلنا ان الازواج المرتبة لو المسقط الاول والتاني اتبدلوا بيبقى ازواج مختلفة كده مش متساوية، لان هما بيترسموا مختلفين في مستوى الاحداثيات. يبقى الزوج المرتب 5 و1 لا يساوي الزوج المرتب 1 و5، وبالتالي س ضرب ص حاجة وص ضرب س حاجة تانية. لو كان المجموعتين وس وصاد عناصرهم مختلفة، بص هنا 5 و7 و8 وهنا 1 و2. طالما العناصر مختلفة يبقى س ضرب ص لا تساوي ص ضرب س. يبقى كده على حكاية ماذا تلاحظ دي أنا لاحظت إيه هنا؟ أنا لاحظت إن س ضرب ص لا تساوي ص ضرب س. بس ده انا قلت لك ليه؟ علشان س وصاد عناصرهم مختلفة. لكن عارف لو كانت س وصاد ليهم نفس العناصر، يعني مثلا لو كانت س ب1 و2 وصاد برضو ب1 و2، ساعتها كنت هتلاقي س ضرب صاد هي صاد ضرب س.
يبقى دلوقتي لو انا عندي مجموعتين مختلفتين بيبقى س ضرب ص لا يساوي ص ضرب س. اما لو كان المجموعتين متساويتين فيهم نفس العناصر ساعتها س ضرب ص هتساوي ص ضرب س عادي جدا. طيب قال لي بعد كده في الجزئية التانية امثل س ضرب ص بمخطط سهمي. خلاص احنا عرفنا المخطط السهمي. هقول له هنا س وبعيد شوية ص، تحت السين عناصرها اللي هي 5 و7 و8، وتحت الصاد عناصرها اللي هي 1 و2. احط كل واحدة من دول في مستطيل كده، احط دول كده مثلا في مستطيل ودول في مستطيل. بعد كده بخرج اسهم من كل عنصر من عناصر س لكل عناصر ص. الخمسة تروح مرة للاتنين بسهم ومرة للواحد، مرة الواحد ومرة الاتنين. بعد كده السبعة مرة 7 مع 1 ومرة 7 مع 2. بعد كده التمانية مرة 8 مع 1 ومرة 8 مع 2. مسألة جميلة جدا وفكرتها لذيذة جدا. المثال التالت معايا طالب فيه حاجات جديدة المرة دي. بيقول لي إذا كانت س تساوي 2 وسالب 1 وصفر وص تساوي 5 وسالب 7 اوجد أول حاجة س ضرب ص ومثله بمخطط سهمي. بعد كده طالب مني شوية حاجات كده غريبة أول مرة نشوفها. بيقول لي عايز ن س ونون ص ونون س ضرب ص. طيب مفيش مشكلة، تعالى بس الأول نجيب له أول مطلوب بعد كده نفهم إيه حكاية نون دي. أول حاجة هو عاوز نجيب له س ضرب ص. س ضرب ص هعمل مجموعة فيها أزواج مرتبة، بحيث إن أنا همسك المجموعة الأولى اللي هي س أخد عناصرها أعمل منها أزواج مرتبة مع كل عناصر ص. فمرة 2 مع 5 ومرة 2 مع سالب 7. بعد كده السالب 1 نفس الكلام، بعد كده الصفر نفس الكلام. طيب تعال نشوف. مرة هقول 2 مع 5 ومرة هقول 2 مع سالب 7. بعد كده اخد السالب 1، مرة سالب 1 مع 5 ومرة سالب 1 مع سالب 7. بعد كده هاخد الصفر، مرة صفر مع 5 ومرة صفر مع سالب 7. كده انا جبت له خلاص س ضرب ص. مخطط السهم خلاص فهمناه. ادي السين، بعد شوية الصاد. السين عناصرها 2 وسالب 1 وصفر. الصاد عناصرها 5 وسالب 7. ده يتحط جوه مستطيل كده وده برضو يتحط جوه مستطيل. وابدأ اخرج اسهم. همسك الاتنين، مرة الاتنين دي تروح للخمسة ومرة للسالب 7. بعد كده السالب 1، مرة سالب 1 ل5 ومرة لسالب 7. بعد كده الصفر، مرة الصفر ل5 ومرة صفر لسالب 7. طيب كده انا جبت له اول حاجات هو كان طالبها مني اللي هي س ضرب ص وامثلها بمخطط سهم. ايه بقى حكاية شوية الطلبات الباقيين دول؟ مين النون س دي ومين النون ص ويعني ايه نون س ضرب ص؟ تركز معايا. كلمة نون او حرف النون لما احطهولك قبل اي مجموعة او قبل ضرب ديكارتي معناه عدد عناصر. يبقى نون ده معناه ايه؟ معناه عدد عناصر. فكلمة نون س معناها عدد عناصر س. دلوقتي لو جينا بصينا على السين جواها كام عنصر؟ في كام حاجة؟ جواها العدد 2 والعدد سالب 1 والصفر. يبقى جواها 3 حاجات. يبقى عدد عناصر س هنا بيساوي 3. طب نون ص خلاص انت فهمت بقى. عدد عناصر ص، الصاد جواها حاجتين اللي هما ال5 والسالب 7. يبقى عدد عناصر ص بيساوي حاجتين. طب نون س ضرب ص، عدد عناصر س ضرب ص. هو مش احنا عدد عناصر س جبناها ب3 وعدد عناصر ص ب2؟ اضربهم في بعض عادي جدا. يبقى عدد عناصر حاصل الضرب الديكارت س ضرب ص هضرب 3 في 2 يديني 6. وركز معايا بقى. واحد يقول لي ليه يا مستر 6؟ ده انا لو جيت عديت الاعداد اللي جوه الازواج مرتبه هلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دول 12 يا مستر، انت كاتب 6 ليه؟ اقول لك لا ركز معايا. دلوقتي المجموعة س عناصرها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ارقام. وصاد عناصرها عبارة عن ايه؟ عبارة عن ارقام. لكن س ضرب صاد مش دي مجموعة الازواج المرتبة؟ يعني عناصرها عبارة عن ازواج مرتبة. يعني انا معدش الاعداد اللي جوه، معدش المساقط، لا انا عد الازواج المرتبة. لان س ضرب صاد عناصرها عبارة عن ازواج مرتبة. فانا عندي هنا كام زوج مرتب؟ عندي زوج اهو، وادي التاني وادي التالت وادي الرابع وادي الخامس وادي السادس. يبقى انا عندي 6 ازواج مرتبة. وخد بالك عشان العلاقات بينهم تبادلية. يعني ايه؟ يعني مش انا عرفت ان عدد عناصر س ضرب ص بيساوي عدد عناصر س في عدد عناصر ص؟ ده بيساوي عدد عناصر س في عدد عناصر ص. ممكن في مسألة اجي اقول لك ده انا معايا عدد عناصر س ضرب ص مثلا بيساوي 10 وعدد عناصر س ب5، عايز عدد عناصر ص، فساعتها هقسم.
يبقى انا لو معايا عدد عناصر حاصل الضرب الديكارتي ومعايا عدد عناصر واحدة من المجموعتين هقسم على بعض عشان خاطر اجيب التانية، وهنشوف في امثلة كتير الكلام ده. تعالى كده نشوف المثالين دول، بعد كده مثال انت تحله لوحدك. بيقول لي اذا كانت س تساوي 0 و2 وعدد عناصر ص يساوي 5 فان ن س ضرب ص. مش ن س ضرب ص دي معناها عدد عناصر س في عدد عناصر ص. طيب هو عدد عناصر س كام عنصر؟ السين جواها حاجتين اهو، 0 و2 جواها حاجتين، يبقى عدد عناصر س باتنين في. طب عدد عناصر ص، مش هو قال لك اصلا ان عدد عناصر ص قال لك بيساوي 5؟ يبقى عدد عناصر ص بيساوي 5، يبقى 2 في 5، يبقى كده عدد عناصر س ضرب ص بيساوي 10. طيب اللي بعدها بيقول لي لو كان عندي عدد عناصر ص بأربعة وعدد عناصر س ضرب ص حاصل الضرب الديكارتي بتمانية، فإن عدد عناصر س كام؟ زي اللي أنا لسه منبهك ليه أهو. دلوقتي عدد عناصر س ضرب ص، عدد عناصر س معرفوش اتضرب في عدد عناصر ص اللي هي 4، فبقى الناتج 8. كم في 4 ب8؟ 2 طبعا، يبقى كده عدد عناصر س بيساوي 2. لو أحلها بالطريقة العكسية، لو أنا عاوز عدد عناصر س أو عدد عناصر ص هقسم، هقول له عدد عناصر حاصل الضرب الديكارت اللي هي 8 أقسمها على 4، 8 على 4 فيها 2، يبقى كده عدد عناصر س يساوي 2. يلا بقى طبق على الكلام اللي احنا اخدناه دلوقتي وحل المسألة بتاعت حاول بنفسك دي لوحدك. يلا ثبت الفيديو وحل، بعد كده شوف حلها. عندي بعد كده شوية ملاحظات او هما ملحوظتين وسهلين جدا يعني. اول ملحوظة بتقولك ايه؟ بتقولك س ضرب فاي تساوي فاي ضرب س بتساوي فاي. الله، هي مين فاي دي يا مستر؟ فاكر فاي كانت المجموعة الخالية، فاي دي مجموعة ما بتحتويش على اي عنصر، بتساوي كده قوس مجموعة فاضي كده، يبقى فاي دي مجموعة ما فيهاش اي عنصر خالص. فاي دي عدد عناصرها صفر، عدد عناصر فاي بيساوي صفر عنصر، هي ما جواش العدد صفر، لا هي ما فيهاش اصلا عناصر فعدد عناصرها بيساوي صفر. طيب لو انا ضربت الفاي في اي مجموعة الاجابة بتكون فاي برضه. طب دلوقتي عدد عناصر اي مجموعة لو ضربتها في فاي، عدد عناصر الحاصل الضرب الديكارتي لأي مجموعة في فاي هيساوي صفر برضو، لان مثلا لو كانت السين دي فيها وليكن 4 عناصر، فانا عندي الفاي جواها كام عنصر؟ جواها صفر عنصر، فاربعة في صفر لان اي حاجة في صفر بتساوي كام؟ بتساوي صفر. يبقى انا دلوقتي ابقى عارف ان س ضرب فاي بتساوي فاي ضرب س بتساوي فاي، وعدد عناصر س ضرب فاي بيساوي صفر. طيب جميل جدا، تعال نشوف الافكار اللي بعد كده. عندنا بعد كده الجزئية التانية في حصل الضرب الديكارتي. عاوز اعرف ازاي اضرب ديكارتيا مجموعة في نفسها، ازاي اجيب مثلا بدل س ضرب ص اجيب س ضرب س، اضرب مجموعة في نفسها. فعندي مثال بيقول لي إذا كانت المجموعة س بتساوي 1 و2 فوجد أول حاجة س أس 2. س أس 2 بنقرأها س 2 على طول، فحصل الضرب الديكارتي مجموعة أس 2 بنقرأها إيه؟ الرمز 2، ما بقولش كلمة أس. عاوز س 2 وأمثلها بمخطط سهمي وعدد عناصر س 2. طيب جميل جدا، هو أنا دلوقتي يعني إيه س 2 أصلا؟ احنا اتفقنا خلاص إن س 2 دي يعني هضرب المجموعة س في نفسها. دلوقتي المجموعة س مين عناصرها؟ 1 و2، هضربها في مين؟ هضربها في نفسها اللي هي 1 و2. مش انا كده هاخد كل عنصر من عناصر المجموعة الأولى هعمل منه أزواج مرتبة مع كل عناصر المجموعة التانية؟ مرة الواحد مع الواحد والاتنين، ومرة الاتنين مع واحد ومع ايه؟ ومع اتنين. فتبقى س 2 معايا بتساوي مين؟ 1 و1 و1 و2، بعد كده 2 و1 و2 و2. جميل جدا. طب انا عندي هنا مش عدد عناصر س ب2؟ فيبقى عدد عناصر س 2 عدد عناصر س في نفسها، يبقى 2 في 2 ب4، يبقى عدد عناصر س 2 بيساوي 4 عناصر. فكرتها لذيذة جدا وسهلة جدا. طب عايزين دلوقتي نشوف المخطط السهمي بتاعنا. انا دلوقتي عشان اعمل المخطط السهمي عندك طريقتين، طريقة عادية وطريقة ممكن اعمل مخطط سهمي عن طريق شكل فين. طب تعال نشوف الطريقة العادية الاول. انا عندي المجموعة س اهي، وبعد شوية هكتب برضو المجموعة س. المجموعة س عناصرها 1 و2 اهو، برضو احط ده جوه مستطيل كده، واحط ده برضو جوه مستطيل، وابدأ اوصل. 1 يخرج منها سهمين، والاتنين هيخرج منها سهمين. ماشي، ده المخطط السهمي اللي احنا عارفينه يا مستر. طب امال ايه مخطط شكل فين ده بقى؟ مخطط شكل فين عبارة عن ان انت بترسم زي صندوق كده وبتسميه المجموعة س اهو، ده كده المجموعة س. المجموعة س جواها كام عنصر؟ جواها عنصرين،
العنصر اللي اسمه 1 والعنصر اللي اسمه 2. الواحد ده هميزه مثلا بإكس أهو، ده العنصر الأول، والاتنين ده العنصر التاني. طيب بعد كده هو مش دلوقتي الواحد ارتبط بنفسه وارتبط بالاتنين؟ مش عندك الواحد خرج منها سهم، بص خرج منها سهم وراح لها، وبعد كده خرج منها سهم للاتنين. طب والاتنين نفس الكلام، الاتنين خرج منها سهم وراح لها، اتنين باتنين، وخرج منها سهم للواحد. واخد بالك؟ يبقى ده ان انا اعمل مخطط سهمي عن طريق شكل فين او مخطط سهمي عادي، الاتنين صح مفهومش مشكلة. ولو عايز ارسم بمخطط بياني برضو زي ما خدت في اول مسألة، المخطط البياني عادي جدا. عندي بعد كده ملحوظة حلوة قوي بتقولي اذا كان الزوج المرتب ألف وب ينتمي لحاصل الضرب الديكارتي س ضرب ص، فإن ألف تنتمي لس وب تنتمي لص. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي لو أنا معايا الزوج المرتب ألف وب ده موجود في المجموعة بتاعة الأزواج المرتبة بتاعة حاصل الضرب الديكارتي للمجموعة س وص دول، مش أنا عارف إن أي زوج مرتب موجود بيبقى مسقطه الأول عنصر من عناصر أول مجموعة ومسقطه التاني عنصر من عناصر تاني مجموعة؟ يبقى كده الألف موجود في السين والب موجود في الصاد. بتيجي أمثلة عليها وأفكار كتير جدا ومسألة جميلة جدا. طب تعالى كده نشوف. هنا في أول مثال بيقول لي إذا كان الزوج المرتب 4 و9 بينتمي لحاصل الضرب الديكارتي س ضرب ص، فإن بص كده، مش ال4 و9، ال4 هي المسقط الأول وال9 المسقط التاني، يبقى ال4 دي موجودة في أول مجموعة اللي قبل علامة في، يبقى ال4 دي موجودة في السين، يعني ال4 تنتمي للسين. وكذلك ال9 موجودة في تاني مجموعة اللي بعد علامة في اللي هي الصاد، يبقى ال9 تنتمي لصاد. طب تعالى نطبق على الكلام ده بالتمرين اللذيذ اللي قدامك ده. هنا بيقول لي إذا كان س ضرب ص يساوي، ومديلك بقى ضرب الديكارتي، ادي 3 أزواج مرتبة، 1 و2 و4 و2 و5 و2. عاوز أعرف مين السين ومين الصاد، والصاد 2 بكام. إزاي دلوقتي أجيب السين؟ مين هي السين؟ هو مش هنا أنا مديلك س ضرب ص، يعني السين دي أنا عاوز المجموعة اللي جاية قبل الفي اللي عناصرها بتكون عبارة عن المسقط الأول، يبقى المسقط الأول في كل الأزواج المرتبة دي كل ده احنا جايبينه من السين. يبقى كده المسقط الأول معايا هنا اللي هم الواحد والأربعة والخمسة، هم دول عناصر س، الواحد والأربعة والخمسة. يبقى أنا عاوز اللي قبل علامة فيه، خدت المسقط الأول من كل الأزواج اللي موجودة معايا. طب عايز أجيب الصاد، هي مش الصاد كانت موجودة في الضرب الديكارتي بعد علامة فيه يعني تاني حاجة، يبقى كده عناصرها هي المسقط التاني اللي هما هنا الاتنين وهنا برضو اتنين وهنا برضو اتنين، يبقى هكتب الاتنين مرة واحدة، لأن زي ما قلنا ما ينفعش نكرر العناصر داخل قوس المجموعة. يبقى أنا كده عرفت إن المجموعة س عناصرها 1 و4 و5، والمجموعة ص عناصرها هي الاتنين. وكده خلاص أنا قدرت أحدد مين السين ومين الصاد. طب عايز بعد كده صاد 2، مش احنا لسه متفقين إن مجموعة أس 2 يعني مجموعة مضروبة في نفسها؟ صاد ضرب صاد هي مش صاد ب2، اضربها في نفسها 2. خد بالك انا بضرب مجموعات، ما تقوليش 2 في 2 ب4، لا، بضرب ديكارتي، يبقى هعمل مجموعة فيها ازواج مرتبة مسقطها الاول عنصر من عناصر صاد ومسقطها التاني برضو من عناصر صاد، وهو اصلا عنصر واحد بس. فكده الاتنين تعمل زوج مرتب مع الاتنين تبقى 2 و2، الزوج المرتب 2 و2. تعالوا مع بعض بقى نشوف تمارين متنوعة على الفكرة دي. عندي هنا أول مثال بيقول لي إذا كان الزوج المرتب 2 و5 ينتمي للمجموعة 3 و2 ضرب المجموعة 1 وس، فإن س تساوي نقط. النوع ده من المسائل مسائل مباشرة جدا وسهلة أوي. دلوقتي أنا عندي مجموعة 3 و2 ضربناها ديكارتي في المجموعة 1 وس، مش كده العنصر الأول في الزوج المرتب 2 و5 اللي هو الاتنين موجودة في أول مجموعة اللي هي 3 و2، وفعلا الاتنين موجودة اهي. يبقى كده العنصر التاني المفروض يكون موجود في المجموعة التانية، يبقى الخمسة المفروض موجود هنا. طب هل الخمسة هي الواحد؟ لا طبعا، يبقى أكيد الخمسة مكان السين، يبقى كده السين تساوي 5. فكرتها لذيذة أوي. طب المثال التاني بيقول لي لو الزوج المرتب 4 و9 موجود في حاصل الضرب الديكارتي المجموعة 4 و6 ضرب المجموعة س زائد 2 و5. عاوز أعرف قيمة السين. نفس الكلام، أنا عندي المسقط الأول 4 موجود في المجموعة الأولى اللي هي 4 و6، فعلا يا مستر موجود. يبقى المسقط التاني 9 موجود في المجموعة التانية اللي هي س زائد 2 و5. خد بالك المجموعة التانية دي فيها كام عنصر؟ المجموعة التانية فيها عنصرين بس اللي هما س زائد 2 والخمسة، فأكيد التسعة مش بتساوي الخمسة، يبقى أكيد التسعة عبارة عن السين زائد 2. يبقى أنا كده هقوله ده كده السين زائد 2 تساوي 9، فهودي الزائد 2 بعكس الإشارة، فهتبقى س تساوي 9 ناقص 2، و9 ناقص 2 7.
يبقى انا كده عرفت هنا ان الس بتساوي 7. طب تعالى نشوف تالت واحدة. بيقول لي لو الزوج المرتب 2 و5 ينتمي الى الضرب الديكارتي س ضرب ص، فان 5 و2 ينتمي النقط. ركز كده معايا، هي مش الاتنين دي بتاعت اول مجموعة س والخمسة بتاعت التانية اللي هي ص؟ طب لو انا عكستها 5 و2، مش احنا من الاول عرفنا ان الخمسة موجود في الصاد وان الاتنين دي موجودة في س؟ ارجع كده هنا بص هنا، الاتنين موجودة في السين والخمسة موجودة في الصاد. يبقى 5 و2 اللي اتقال الأول اللي هو الخمسة ده بتاع الصاد والاتنين دي بتاعت السين. يبقى ده الزوج المرتب 5 و2 جاي من ضرب المجموعة صاد في المجموعة سين، صاد جت الأول. يبقى كده لو أنا عكست لك زوج مرتب هتعكس لي أنت الضرب الديكارتي. لو قلت لك زوج مرتب 2 و5 موجود في ضرب ديكارتي س ضرب صاد، يبقى عكسه اللي هو 5 و2 موجود في صاد ضرب س، هعكس مش أكتر. طب تعال نشوف آخر واحدة كده. بيقول لي إذا كانت س تساوي 1 و2، المجموعة س عناصرها 1 و2 وصاد عناصرها 3 و4، فإن 3 و4 ينتمي إلى نقط. يا ترى الزوج المرتب 3 و4 جاي من مين ضرب مين؟ بالراحة كده، شوف أول عنصر اللي هو التلاتة موجود فين؟ التلاتة هل موجودة في س؟ لأ. طب هل التلاتة موجودة في صاد؟ التلاتة عنصر من عناصر صاد، يبقى التلاتة دي موجودة في الصاد. طب تعالى نشوف الأربعة، هل الأربعة موجودة في س؟ لأ. طب هل موجودة في صاد؟ الأربعة دي موجودة برضو في صاد. يبقى الزوج المرتب 3 و4 جاي أصله من صاد ضرب صاد، وقلنا صاد ضرب صاد يعني صاد 2. أفكارها لذيذة جدا وبسيطة أوي. آخر جزئية معانا في حصة النهاردة جزئية العمليات على المجموعات وإزاي استخدمها في حصر الضرب الديكارتي. طيب، العمليات على المجموعات معانا 3 حاجات أساسية أو أكتر، يعني هنستخدم ال3 حاجات دول بالأخص يعني الترم ده، اللي هما التقاطع والاتحاد والفرق. في حاجة اسمها المكملة بس مش هنديكوا على تطبيقات عليها دلوقتي. ايه التقاطع والاتحاد والفرق؟ التقاطع كلنا عارفينه عامل زي حرف ال N كده، الفتحة بتاعته لتحت، والاتحاد عامل زي حرف اليو، الفتحة لفوق، والفرق علامته هي علامة ناقص. طيب، يعني ايه تقاطع، يعني ايه اتحاد، ويعني ايه فرق؟ التقاطع يعني بشوف العناصر المشتركة بين مجموعتين، والاتحاد يعني انا بدمج العناصر اللي في مجموعتين واخليهم مع بعض في مجموعة واحدة. اما الفرق بشوف العناصر اللي موجودة في المجموعة الاولى ومفيش زيها في المجموعة التانية. طب تعالى نشوف مثال على الكلام ده. هنا مثلا في الرسمة دي هنا معايا مجموعتين، المجموعة س عناصرها 1 و3 و5، والمجموعة ص عناصرها 2 و3. أول حاجة أنا عاوز أجيب التقاطع س تقاطع ص. إزاي أجيب س تقاطع ص؟ قالك التقاطع فتحة لتحت يبقى تقاطع بيساوي مجموعة العناصر المشتركة بين س وص، الحاجة اللي موجودة في س وفي ص في نفس الوقت. طيب، هو مش السين والصاد في بينهم الحاجة المشتركة هو العنصر اللي اسمه 3 ده موجود في السين وموجود في صاد. هنا السين 1 و3 و5 والصاد 2 و3، يبقى هما الاتنين المشترك بينهم التلاتة. يبقى انا كده س تقاطع صاد بتساوي مين؟ بتساوي 3. طب عايز دلوقتي اجيب الاتحاد، صاد اتحاد س هي س اتحاد صاد. الاتحاد يعني انا بجيب مجموعة بيكون فيها كل العناصر اللي موجودة في س وصاد مع بعض، بس طبعا بدون تكرار، ما تكتبش عنصر مرتين. فانا لو عايز اجيب س اتحاد صاد اكتب كل العناصر اللي في س او في صاد، بعد كده اكتب المجموعة التانية. فمثلا اكتب كل اللي في س اللي هم 1 و3 و5، بعدها اكتب اللي في صاد اللي هم ال2 وال3، بس ال3 مكتوبة مرة فمش هكتبها تاني. يبقى صاد اتحاد س هي س اتحاد صاد. وبرضو التقاطع ابدالي س تقاطع صاد هي صاد تقاطع س. يبقى انا في التقاطع بجيب العناصر المشتركة اللي موجودة في المجموعتين في نفس الوقت، اما في الاتحاد بجيب العناصر اللي موجودة في س وفي صاد كلهم بدون تكرار احطهم في مجموعة واحدة. ده الاتحاد. طب تعالى نشوف الفرق. انا معايا هنا شكلين للفرق، س فرق صاد وصاد فرق س. يعني ايه س فرق صاد؟ قالك س فرق صاد معناها مجموعة العناصر الموجودة في س وغير موجودة في صاد. انا دايما في الفرق بشوف العناصر اللي موجودة في اول مجموعة اللي قبل علامة الناقص ومفيش زيها في تاني مجموعة. فس فرق صاد مين موجود في س ومفيش زيه في صاد؟ عندك 1 و5 موجودين في س ومفيش زيهم في صاد، الصاد ولا فيها 1 ولا فيها 5، لكن ال3 موجودة في الاتنين فال3 مش هتنفع. يبقى س فرق صاد معناها العناصر اللي موجودة في س ومفيش زيها في صاد اللي هما 1 و5. وبنفس الطريقة أقدر أجيب صاد فرق س، يعني العناصر الموجودة في صاد ومفيش زيها في السين. طب اللي موجود في صاد ومفيش زيه في س هو العنصر اللي اسمه 2،
الاتنين ده موجود في صاد لكن مش موجود في س، يبقى صاد فرق س بتساوي العنصر 2. بعد ما فهمنا خلاص التقاطع والاتحاد والفرق وراجعناهم، تعال نشوف مسائل هنستخدم فيها التقاطع والاتحاد والفرق وانا بجيب حاصل الضرب الديكارتي. معايا هنا أول مثال بيقول لي إذا كانت س تساوي 3 و4 وصاد تساوي 4 و5 وعين تساوي 6 و5، اوجد وطالب مني 4 حاجات. تعالى كده نمسكهم واحدة واحدة. أول حاجة عاوز مني إيه؟ عاوز مني س ضرب وفتح لي قوس كاتب له جواه صاد تقاطع عين. أنا عايز دلوقتي المجموعة س ضرب صاد تقاطع عين. طب إزاي أجيب دي؟ بص كده بالراحة كده، أدي أول واحدة. عايز أجيب المجموعة س ضرب المجموعة صاد تقاطع عين. انا حاطط لك دول جوه قوس لان دي المجموعة التانية اللي بعد علامة فيه. طيب ممكن حضرتك تكتب لي مين المجموعة س؟ هي مش المجموعة س عناصرها 3 و4؟ جميل جدا. ضرب مين صاد تقاطع عين؟ مش احنا اتفقنا التقاطع يعني العناصر المشتركة بين صاد وعين؟ بص لي كده بقى معايا على الصاد وعلى العين، شوف لي مين العناصر المشتركة. الصاد جواها 4 و5 والعين جواها 6 و5، هما الاتنين المشترك بينهم الايه؟ الخمسة. يبقى صاد تقاطع عين ده عبارة عن العنصر اللي اسمه 5، يبقى كده اقدر اقول له صاد تقاطع عين ده عبارة عن العنصر اللي اسمه 5. فكده خلاص دول المجموعتين اللي انا هضربهم في بعض. هعمل ايه؟ بمسك كل عنصر من عناصر المجموعة الاولى اعمل منه ازواج مرتبة مع كل عناصر المجموعة التانية. التلاتة مع الخمسة ومفيش عناصر تانية، يبقى مرة 3 مع 5 ومرة 4 مع 5. يبقى كده س ضرب صاد تقاطع عين تساوي مرة زوج مرتب 3 و5 ومرة 4 و5. ودي كده اول واحدة. طب تعالى نشوف مع بعض تاني واحدة، احنا كده خلاص فهمنا الفكرة. تاني واحدة بيقول لي انا عاوزك تجيب لي س فرق صاد ضرب المجموعة عين. برضو جميلة جدا. هعمل ايه؟ ادي العلامة بتاعت فيه. مين المجموعة الأولى؟ المجموعة الأولى اللي قبلها اسمها س فرق صاد، اللي موجود في س ومفيش زيه في صاد. ادي السين فيها 3 و4 والصاد فيها 4 و5. مش هنا ملاحظين ان التلاتة موجودة في س ومفيش زيها هنا في صاد؟ يبقى اللي موجود في س ومفيش زيه في صاد هي التلاتة. يبقى كده اول حاجة س فرق صاد هي المجموعة اللي فيها العنصر 3. ضرب مين؟ ضرب المجموعة عين. طب هي عين فيها مين؟ عين فيها 6 و5. يبقى كده التلاتة ضرب 6 و5 اعمل من التلاتة ازواج مرتبة، مرة 3 مع 6 ومرة 3 مع 5. بكل بساطة مرة 3 مع 6 ومرة 3 مع 5. يبقى كده دي كانت تاني واحدة معايا. طيب تالت واحدة بيقول لي عاوزك تجيب لي ايه؟ عاوزك تجيب لي س فرق صاد، س فرق صاد ضرب صاد فرق عين. اعملها ازاي دي؟ زي ما عملت برضو اللي قبلها بالظبط. ادي علامة الضرب اهو. مين المجموعة اللي قبلها ومين المجموعة اللي بعدها؟ المجموعة اللي قبلها عبارة عن س فرق صاد. مين اللي في س ومفيش زيه في صاد؟ اللي في س ومفيش زيه في صاد قلنا هو التلاتة. تلاتة موجودة في س ومفيش زيها في صاد، يبقى س فرق صاد بتساوي المجموعة اللي فيها العنصر 3. ضرب مين؟ ضرب المجموعة صاد فرق عين. طيب هي صاد فرق عين يعني العناصر اللي موجودة في صاد ومفيش زيها في عين. اللي موجود في صاد ومفيش زيه في عين مين؟ العنصر 4. الأربعة موجودة في صاد ومفيش زيها في عين، يبقى 3 ضرب 4. عندي هنا مجموعة فيها عنصر واحد ضرب مجموعة فيها عنصر واحد، ضرب ديكارتي يديني مجموعة فيها زوج مرتب واحد. مسقطه الأول من المجموعة الأولى ومسقطه التاني من المجموعة التانية. رابع واحدة بقى معايا بتقول لي إيه؟ بيقول لي أنا عاوز س ضرب صاد تقاطع س ضرب عين. مسألة جميلة جدا. هو هنا بقى مش عاوزك تجيب له تقاطع او اتحاد او فرق وبعد كده تجيب له ضرب ديكارتي، لا ده انت هتضرب ديكارتي س وصاد، بعد كده تضرب س مع العين وتشوف التقاطع بتاعهم ايه الازواج المرتبة المشتركة بينهم هما الاتنين. طب تعالى نحل دي لوحدها. انا دلوقتي عاوز س ضرب صاد، ادي هقول له س ضرب صاد تساوي اخد كل عنصر من عناصر س مع كل عناصر صاد، يبقى مرة 3 مع 4 ومرة 3 مع 5. بعد كده 4 مع 4 وبعدها 4 مع 5. جميل جدا. انا جبت له س ضرب صاد. هاجي بعد كده اجيب له مين؟ اجيب له الحاجة التانية اللي هي س ضرب عين. س ضرب عين ادي امسك السين كل عنصر من عناصرها اعمل منه ازواج مرتبة مع كل عناصر عين، يبقى مرة 3 مع 6 ومرة 3 مع 5. بعد كده همسك 4 مع 6 و4 مع 5.
هو طالب ايه مني؟ هو عاوز س ضرب صاد تقاطع س ضرب عين. تقاطع بينهم يعني العناصر المشتركة. ايه الازواج المرتبة اللي موجودة في س ضرب صاد وفي نفس الوقت موجودة في س ضرب عين؟ تعالى كده نشوف. اول زوج مرتب في س ضرب صاد هو الزوج المرتب 3 و4. هل في س ضرب عين 3 و4؟ لا، يبقى ده مش معايا. طب تاني زوج مرتب اسمه 3 و5، هل موجود في س ضرب عين 3 و5؟ اه موجود اهو. يبقى كده اول حاجة في التقاطع الزوج المرتب 3 و5. طب ايه كمان معايا؟ هنا الزوج المرتب 4 و4، هل في زيه في س ضرب عين؟ لا، يبقى ده مش معانا. طب نشوف اخر واحد ال4 و5، هل في زيه في س ضرب عين؟ اه موجود اهو، يبقى هو كمان معانا. يبقى انا هنا في التقاطع انا خدت تقاطع مين؟ ده انا عاوز التقاطع بين الازواج المرتبة اللي في س ضرب صاد وفي س ضرب عين. يبقى جبت هنا كل الازواج المرتبة وجبت هنا الازواج المرتبة واخدت المشترك ما بينهم. كده احنا خلصنا النهاردة اول حصة في منهج تالتة اعدادي في منهج الجبر بتاع سنة تالتة اعدادي. يا رب تكونوا فهمتوها كده وتكونوا سجلتوا كل الملاحظات اول باول. واشوفكم ان شاء الله الحصة الجاية، بس خد الكام مسألة دول واجب. يا ريت كده الحصة الجاية يعني تكتبوا لي في التعليقات عرفتوا تحلوهم او ما عرفتوش. لو في حاجة وقفت قدامكم ان شاء الله احلها لكم يعني ان شاء الله. خد بقى يا بطل الكام مسألة دول واجب وحلهم كده، وان شاء الله ايه الحصة الجاية بقى لو ما عرفتش تحلهم عرفني ان شاء الله في التعليقات وهنزل لكم حل ليهم PDF ان شاء الله. واشوفكم على خير الحصة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.